السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد بمناسبة رجوع الشتاء ورجوع أدوار البرد والإنفلونزا، والفيديو ده خصوصا للأمهات. نحب أقول لهم لو ابنك سخن فجأة مش مطلوب منك خالص انك تشخصي الحالة لعدم حدوث كوارث بعد كده، لكن المطلوب منك تعرفي نوع العدوى، هل العدوى بكتيرية ولا فيروسية. طيب لو فيروسية هنتعامل معاها بمسكنات خافض الحرارة زي الستال، البروفين أو الكتافلاي. لو بكتيرية الحالة دي لازم نروح للدكتور. طيب ازاي هعرف لو كانت دي عدوى بكتيرية ولا فيروسية؟ لو ابنك فيه همدان وهو عند السخانة، ولما بتروح السخانة دي كده عدوى بكتيرية. طب لو همدان أثناء وهو سخن لكن لما بتنزل درجة الحرارة بيرجع نشيط تاني، كده دي عدوى فيروسية. فرق تاني لو الطفل قادر ياكل ويشرب، كده دي عدوى فيروسية. أما لو مش قادر ياكل ولا يشرب كده دي عدوى بكتيرية. ملحوظة أخيرة، لو ادينا مسكنات وكانت العدوى فيروسية وادينا مسكنات وخوافض وما نفعش وما نزلتش درجة الحرارة، كده لازم نروح للدكتور. ودعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.